السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض طبق مميز من نوعه، لا غنى عنه على السفرة المصرية، ولا غنى عنه في اي وجبة سواء فطار او غدا او عشاء. هنعمل مخلل الطماطم بطريقة بسيطة جدا ومكونات بسيطة وموجودة في كل بيت. معانا كمية الطماطم اللي احنا هنستخدمها. اهم حاجة الطماطم بتاعتنا تكون جامدة، ما تكونش طرية علشان ما تتبهدلش مني وانا بقطعها. معانا معلقة من الملح، معلقة كمون على كزبرة، معانا توم، معانا كمان فلفل احمر واخضر حامي وبارد حسب الرغبة. المكونات الحشوة بتاعتنا بسيطة جدا. هنمسك التوم والفلفل بتاعنا والكمون والكزبرة والملح، هنفرمهم سواء في الكبة او في الهوم بتاع التوم. بعد كده هنبدأ نقطع الطماطم بتاعتنا 4 تربع، ونحاول ان احنا نخلي الطماطم بتاعتنا متنفصلش عن بعضها، يعني اقطع لحد اسيب الربع الاخير من حبات الطماطم يكون متصل ببعضها. هنخلص تقطيع كمية الطماطم بتاعتنا. هنبدأ بقى نحشي الحشوة بتاعتنا، وانا حطيت فلفل حامي وبارد، ده حسب الرغبة. لو انتوا ما بتحبوش الحامي او الاكل المشطشط ممكن تستغنوا عنه، يبقى فلفل بارد بس. هبدأ بقى احشي الطماطم بتاعتي بالحشوة اللي احنا عملناها. مخلل الطماطم يا جماعة يعتبر طبق أساسي بالنسبة للسفرة المصرية، وكمان خاصة في فصل الصيف، لأن فصل الصيف بطبيعته بالأكل بتاعه أغلبه نشويات، فبنحب التصنيف والتشكيل. والطماطم بتبقى جميلة جدا ومبتقفش على وجبة معينة، بتنفع فطار أو غدا أو عشاء. وكمان مخلل الطماطم ما هوش مقيد بنوع اكل معين، في اي اكل كده تلاقيه زي المخلل كده، زي الملح كده متواجد معاك في اي اكل. فطبق كده صراحة بيفتح النفس كده على الاكل، يعني كنوع من انواع التشكيل والتحبيش. هنخلص بقى كمية الطماطم بتاعتنا ونحشيها كلها، ونرصها بقى في الطبق بتاعنا ونقدمها. اتمنى ان الفكرة تعجبكم، اتمنى اكون افدتكم، ونتقابلوا في فيديو جديد، والسلام عليكم.